ما شاء الله عاقل وماشي كويس وعندك مصداقيه، فدي حاجه جميله واتمنى انها تفضل موجوده على طول كده. الله يخليك يا كابتن سمير، بشكرك شكرا جزيلا على الكلام الحلو ده، وحضرتك وحشني جدا جدا والله يا كابتن سمير. والله وحشني دايما يعني. الله يخليك يا كابتن سمير. على طول برضه باذن الله. الله يخليك. كابتن سمير عايزين بس نعرف يعني هل المعسكر هيتعمل مش هيتعمل؟ سمعنا النهارده ان خلاص كابتن سمير عمل اتصالاته بالاتحاد المغربي والماتشات قائمه، وشركه الرعايه برضه اللي هي بترعى منتخب مصر وبترعى اتحاد الكوره عملت اتصالاتها، والمعسكر هيتعمل في مدينه فاس في المغرب. والله يا كابتن كريم انت عارف احنا ماشيين اولا يوم بيوم عامه يعني زي ما انت عارف، وبنتعايش في ظل الظروف المتاحه. ايوه. هو فعلا يمكن احنا بيجي الوقت وبنيجي يا دوبك بيبقى الفتره بسيطه قوي من تجمع لتجمع. كل شويه الفتره بتضيق لان 1/6 زي ما حضرتك عارف اول حاجه ماتش موزمبيق. ايوه. فخلاص زي ايام يعني. احنا الحقيقه ان احنا في المغرب الكلام اللي انت بتقوله يعني مظبوط، بس احنا انت عارف ان انا بحب اتكلم الا بورق اوفيشال بيبر في ورق بايدي، فده كله يعني محادثات كده بنحاول ان انا يعني احب برضه ابقى صادق ويمكن ان شاء الله بكره، طبعا دلوقتي فتره بعد الظهر، بالنهار بكره ان شاء الله يجي لنا كل الورق من الاتحاد المغربي بحيث يبقى كله رسمي. انما طبعا الشركه الراعيه بتعمل كل مجهوداتها، الاتحاد المصري بيعمل كل مجهوداته، احنا بنحاول نتعايش وماشي في الاجراءات على طول، عشان زي ما انت عارف انا لو وقفت الوقت ممكن يفرق، نقول لك 100 وبعدين نرجع نقول نستكمل ثاني نلاقي يبقى في دروب. فالحمد لله ان انا مستمر على ان احنا ماشيين ان شاء الله يوم 18 وسواء في فاس كازابلانكا في مراكش. يعني المهم احنا الهدف اللي عندنا اصلا ان احنا نستفيد من التجمع وان الجهاز الفني يشوف اللعيبه اللي وياه. زي ما انت عارف برضه ان احنا تم اختيار 30 لاعب على ان احنا عندنا 3 ماتشات في الفتره دي مع الكاميرون وتوجو والسنغال. ايوه. فرصه كبيره ان يشوف اكبر عدد ممكن، وخاصه ان طبعا بنتمنى للزمالك برضه التوفيق في الماتش الودي بتاعه، ونتمنى للنادي الاهلي التوفيق في الماتش بتاعه. ففي لسه ما زال في 9 لاعبين موجودين هيجوا. احنا بننسق ما بيننا وبين الاهلي وما بين الزمالك عشان تعرف الصعوبه اللي احنا فيها اليومين دول. جواز السفر عايزين نعمل تاشيره، النادي عايز يعمل تاشيره، واحنا عايزين نعمل تاشيره، والفريق الاولمبي عايز يعمل تاشيره. فعارف التنسيق رغم ان الظروف صعبه جدا والا بنزداد صعوبه ان كل ارتباطاتنا جايه في وقت واحد. ايوه. طبعا كل اللي يهمنا ان احنا المباراه تتعمل ويستفيد منها الجهاز الفني والفتره بتضيق، وان شاء الله نبدا بدايه قويه في كاس العالم. عشان زي ما حضرتك عارف ان احنا كاس العالم الحمد لله يمكن كان ليا شرف ان كنت ابقى مدير منتخب فيه في سنه 90 في ايطاليا. ايوه. ومن ساعتها من سنه 90 ما رحناش، فده امل كبير جدا عايزين نرجع له ان شاء الله. طبعا فاكر الكابتن حسن شحاته طبعا له كل تمنيات ربنا يديله الصحه. كسبنا 3 بطولات ورا بعض، وبعدين اخر مره دي احنا طلعنا خالص بقالنا 20 سنه ما طلعناش، عايزين نرجع. فبيني وبينك بقت كاس الامم وكاس العالم الاثنين بطولتين لينا عايزين نبقى موجودين فيهم ونرجع لهم. ايوه. الاثنين ظروفهم زي بعض، في نفس الوقت ان احنا عايزين نعمل اي بسمه لبلدنا. يمكن احتمال انه مكسب الفريق القومي ومكسب الفريق الاولمبي في الفتره اللي جايه دي يدي بسمه للبلد ان شاء الله. وممكن البسمه دي ان شاء الله. طيب هي تفتح نفس الناس شويه تحل المشاكل كلها وترجع البلد جميله باذن الله. طيب كابتن سمير بس عايز اسال حضرتك سؤالين. السؤال الاول، امبارح قالوا خلاص المعسكر اتلغى، كان ايه الاسباب اللي كانت هتخلي المعسكر يتلغي؟ والله يا كابتن كريم عايز اقول لحضرتك على حاجه، طبعا مع احترامي لكل المواقع وكل الاماكن احنا بقينا بسرعه مع احترامي طبعا وحب الكبير قوي 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 للفنان عادل امام. نظريه قالوا له. ايوه. عارف نظريه قالوا له كله بينقل كلام من بعض حضرتك. بس خلي بالك انا كان معايا كابتن ضياء السيد امبارح على التليفون. ايوه. وقال لي ان الاحتمال كبير ان المعسكر يتلغي. لا ما انا بقول لحضرتك ده المبدا. فاحنا اللي بيحصل ايه ان حضرتك ان احنا جالنا جواب بالظبط من الاتحاد المغربي بيقول ان هو بيعتذر ان احنا باعتين ان احنا نعمل معسكر في مراكش. بيعتذر لان هو تقريبا ارتباطات ليهم في انديه ومباريات في هذه البلد او في هذا المكان في ارتباطات داخليه عندهم. ايوه. الناس بقى بقول لك الحته بتاعت الامام دي ايه انه كل واحد بيفتي بقى بيقول حاجه.
ايوه هو ده بالظبط كان الظرف. فاذا ما هياش رفض نهائي او ما هياش الغاء معسكر، ما هياش كل واحد يقترح بقى. انما كان نفس الموضوع ان احنا بعتنا نذكرهم النهارده ونقول لهم ان احنا في نفس الوقت بنتمنى ان احنا هم برضه اللي يختاروا، ان احنا ضيوف عندهم يختاروا لنا انه فين المكان المتوفر. المغرب كبيره الحمد لله وملاعبها كثيره، ايوه على اساس يبقى المكان اللي يتوفر. فهو زي ما تقول هو ما اتلغاش، فالناس عشان كده بقول لحضرتك الكلمه، فالكل طلع اشاعه انه اتلغى، هو ما اتلغاش. ما اتلغاش. طيب مستمرين، وانا مع حضرتك بتكلمني وانا وانت بنتكلم ان احنا رايحين المغرب، يبقى الموضوع ما اتلغاش. طيب كابتن سمير، الثلاث منتخبات اللي هيلعبوا منتخب مصر ان شاء الله في المغرب، الكاميرون، توجو، السنغال، مظبوط يا فندم. هيكونوا بكامل محترفينهم ولا في بعض؟ لا، الكاميرون باللوكال تيم، اللي هم المحليين. برافو عليك. على اساس زي ما حضرتك عارف انه الوقت ده مش فيه تدريب اصلا، والانديه كلها لعيبتها المحترفين اللي بره كلهم لسه في انديه في اوروبا خلصت وفي انديه ما خلصتش، وفي انديه في اوروبا بيحبوا ان اللاعب بتاعهم يستريح، واللاعب بتاعهم هو اللاعب بتاعنا، فبتبقى المصلحه واحده ما بيننا وبين اللاعب المحترف وبين النادي بتاعه، فلازم برضه احنا نحافظ عليه. ايوه. فبيكون في تنسيق حضرتك ما بين الجهاز، زي مثلا ان مستر باب رمزي مثلا بيتصل مع المسؤولين في المانيا كان عشان زيدان، وقالوا مثلا احنا موافقين بس ما يجيش بدري دلوقتي، ياخد راحته ويجي في الماتشات الاخرانيه. ايوه. فزي ما تقول بنوفق الظروف وبنحافظ على علاقتنا مع انديه المحترفين، لانها ما هياش علاقه مباراه واحده، احنا ماشيين عندنا لسه 2012 و2013 و2014، فعايزين نبقى علاقتنا طيبه مع انديه المحترفين للحفاظ على العلاقه، ان وقت ما نستدعي اللعيبه في الاوقات اللي هي مش رسميه يبقى في ايدينا ان يبقى في ايجابيات شويه، واحنا بنتفاهم معاهم وكل حاجه. وزي ما انت يمكن انت شايف حتى الانديه المحليه لسه احنا بنشكر الكابتن حسن عشان بيتعاون معانا، وبنشكر مانويل جوزيه عشان بيتعامل معانا، وبنشكر الكابتن حسام ده بيتعامل معانا. ومصلحتنا بصراحه كلنا واحده، احنا نفسنا كلنا اللعيبه تعلى ونفسنا الرياضه تمشي وكل حاجه ترجع، لان احنا عندنا اجيال دلوقتي جميله جدا ومرحله انتقاليه، وقدامنا كاس وقدامنا كاس عالم وقدامنا فريق اولمبي، يعني في فتره كلنا محتاجين تكاتف. بشكرك كابتن سمير عدلي، وبالتوفيق ان شاء الله في المعسكر، ونتابع بقى حضرتك ان شاء الله كل يوم كده نعمل مكالمه نطمن فيها على منتخب مصر. وزي ما قال كابتن سمير ان شاء الله كل الامور يعني اتظبطت امبارح، حصل اتصالات ما بين الشركه الراعيه لاتحاد الكوره والمنتخبات وكابتن سمير عدلي، وعملوا مجهود كبير وكلموا الاتحاد المغربي، والمعسكر ان شاء الله هيقام بنسبه كبيره جدا، والسفر هيكون يوم الجمعه. منتخب مصر هيلعب 3 لقاءات هناك مع الكاميرون، السنغال، توجو، ولكن بعض المنتخبات ممكن ما يكونش لاعبتها او كامل محترفينها معاها في الماتشات الوديه، ان دي بتبقى فعلا فتره الراحه بالنسبه لكل اللاعبين المحترفين في اوروبا. نكمل اخبارنا ولسه